وزي ما كسرنا الدنيا في طريقة الكحك والبيتي فور بتاعتنا، تعالوا بقى اقول لكم الكينج بتاع العيد، بسكويت نشادر. ده حاجة من الحاجات اللي بتبقى موجودة دايما في البيت، مش لازم نعملها في العيد. شايفين الجمال؟ احلى كمان من بتاع المحلات. تعالوا اقول لكم عملت ايه. اول حاجة كأي انواع من انواع النواعم، حطيت السكر وهو عبارة عن 320 جرام، حطيت عليهم بعد كده 335 جرام من السمنة. وتعالى اوريكم، لاحظوا كده الزبدة كانت صفرة وحلوة ازاي. تعالى اوريكم هتوصل للون عامل ازاي. طبعا احنا جايبين زبدة عادية جدا وحاطين حطيناها على النار، استوت، صفيناها من المرتة حلوة قوي، وبعد كده ابتدينا نشتغل بيها. لاحظوا معايا، شايفين الزبدة مع السكر بيوصلوا اللون ايه. بحب جدا في هذه المراحل اخلي لكم الكاميرا شغالة، وممكن اعمل حاجة تاني، المهم ان انا اوريكم اللون اللي هنوصل بيه. المقدار الواحد هياخد 4 بيضات. انسوا بقى بتاع زمان ده خالص، انسوا كمية البيض اللي كانوا بيحطوها والكلام ده كله. صدقوني طريقة البسكويت دي هتخلي عيالك يبقوا مدمنين بسكويت حرفيا. وغير ان هو مغذي، فيه لبن وفيه بيض، ويعني حلو قوي، حاجة بيتي ونضيفة. طبعا مش عايزة انسيكم انكم انتوا ما ينفعش ننزل البيض وهو متلج او من درجة حرارة التلاجة، لازم نطلعه بره يهدى خالص، وبعد كده ننزل واحدة تختفي واللي بعديها. المقدار ده بياخد معلقة نشادر واحدة، طبعا كنت مضعفة الكمية. معلقة نشادر واحدة بعاير عليها 8 لبن، 8 معالق لبن بنفس معلقة النشادر عايرت بيها اللبن. سخنتهم شوية في الميكرويف دفيو، نزلت عليهم بالنشادر، قعدوا يفوروا 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 زي ما انتوا شايفين، وهوريكم قوامهم عامل ازاي. طبعا انا يعني من ورا كنت عندي معاناة محدش يعرف بيها. العجانة كانت عندي اولموست يعني على اخرها، وانا كنت عايزة الصراحة اخلط عليها نشادر. شايفين؟ بصوا النشادر نازلة عاملة ازاي، كأنها فوم، يعني من كتر ما هي ناجحة وحلوة كأنها عاملة زي الفوم. بصوا الخليط شكله عامل ازاي. ده عبارة عن سكر وبيض وسمنة والنشادر باللبن. طبعا ده كيلو دقيق عليه معلقة بيكنج باودر، ما تنسوش الحتة دي. ويا سلام لو حطيتوا 3 معالق لبن بودرة، بيديله لون تحفة ومش بيصعب عليكم الموضوع ابدا في ان هو يفضل وقت طويل قوي في الفرن عشان بس نحمره. هيخليه بصوا زي ما بنقول كده زمان مقلي قلية، يعني متحمر تحت كده وفوق وزي الفل. الطريقة دي العجينة دي ما تنفعش في كيس حلواني، عشان شفت كتير حد قال لي بنعمل النشادر بكيس الحلواني. لا ما تمشيش ابدا، دي عايزة مكنة. خلاص. وعلى فكرة هنزل لكم في نفس الفيديو ده، يعني في الكومنتس هنزل لكم صورة لمكنة. اوكي طيب قطعناه زي ما انتم ما شايفين. طبعا اعملوا الاشكال اللي انتم عايزينه، بس از ذا بيست شكل هو بتاع البسكوتة. يعني شكل البسكوت عشان يطلع احلى كمان من بتاع المحلات، يعني بيطلع فظيع. انا على فكرة كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 380. لو هتسألوني على نوعين، عارفة ان الموضوع ده هيجي في دماغكم. اول حاجة انا بستخدم زبدة البي جي، انا دي بحبها جدا. لو مش متوفر عندكم يبقى اكيد هنعمل بتاعة الرستوران ديبو، بما ان البي جي في منه فروع في كل الولايات، فانا ارجح لكم جدا بي جي. تاني حاجة ايه نوع الدقيق يا ساندرا؟ عملت بدقيق الجولد، ده اللي انتوا شايفينه قدامكم دقيق الجولد. زي ما استنيت كومنتاتكم الحلوة في كل الفيديوهات اللي احنا نزلناها، هستنى كمان كومنتاتكم الحلوة في بسكويت النشادر. بحبكم جدا من كل قلبي، بشكركم على كل الدعم والمحبة اللي بشوفها منكم، وكل سنة وانتم طيبين. واستنوا بقية سلسلة النواعم، واشوفكم على كل خير، وباي باي.